كده بسجل اهو يا حاج عمرو. ماشي كده بسجل. صلى على النبي يا حاج علي. بصفتك راجل تنام في الفريق القومي. نعم. وعايش من زمان. الله يديك الصحة. اوعى تروح للسبحة تفرط. الوقت بيقابلنا في القرآن كلمة الصلاة بالألف والواو، والربا نفس الوضع بالواو وبالألف. نعم. الفرق بينهم ايه؟ ده حاجة اسمها الإعجاز الرسمي في القرآن. علي صوتك شوية. الإعجاز الرسمي في القرآن. فأي كلمة ثلاثية أو رباعية ودخل عليها حرف زيادة بيبقى إيه؟ يقول لك زيادة المبنى تشير إلى زيادة المعنى. نعم. سواء للذم أو للمدح. فهنا مثلا الصلاة دي الشعيرة اللي هي إيه؟ حق المسلمين يعني. فلازم تيجي بالواو. الصلاة بالواو يبقى زادت حرف ولا ما زادتش؟ زاد. يبقى لها معنى كبير قوي. لكن لما يكون في صلاة في القرآن ما فيش فيها واو يبقى ديت ايه؟ مش الشعيرة اللي بتاع المسلمين. زي بيقول لك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هتسميها صلاة دي شعيرة؟ لا، يبقى مكاء الصغير يعني صفير وايه وتهليل. ايه وتهليل دي ما تبقاش صلاة. زي ما سمع ايه وما كان قل إن صلاتي ما فيش فيها برضه واو. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ما فيش فيها واو. يبقى دي حاجة ايه؟ عبادتي. ما هيش هي الصلاة. شعيرة. ايوه ما هيش الشعيرة. كذلك كلمة الربا. الربا ساعات تيجي تلاقيها بالواو. لأن دي فيها ذم. الربا طبعا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تيجي بالواو للذم. ساعات تيجي بالايه؟ بالالف ما هيش بالواو. زي مثلا ايه وما اتيتم الربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله. انا عايزك تقولها تجود كده عشان الناس تعرف وتتعلم. اولئك هم لا طبعا الشيخ علي الله الوكيل. وما اتيتم عمرك ما تسمع غلوش او مصطفى اسماعيل الا مراجل ده. وما اتيتم الربا بالايه؟ بالالف. يبقى دي ما هيش الربا اللي هو المقصود. دي النقوط اللي في الافراح. انت جت الموده يعني والتكافؤ. انت اديتني مثلا 100 جنيه اقوم اردها لك 150. لو اديتها لك 100 يبقى فيه ايه؟ قطع صله. فانت 100 تديها لي 150 يبقى فيه صله بيننا وبين بعض. حلو. يبقى دي ما هيش ربا. دي جايه بالايه؟ بالالف. حلو. ما هيش صريحه يعني. ايوه صريحه ربا. انما ما فيش. اما الثانيه مواو دي هي فيها الربا الحقيقي اللي فيه الذم اللي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خدت بالك؟ اتفضل. يعني كذلك في القرآن كلمة الزكاة فيها واو. المشكاة فيها واو. الحياة فيها واو. الغداة فيها واو. يعني ايه؟ واحنا قلنا ان ايه؟ زيادة المبنى تشير إلى زيادة المعنى. يبقى لها معنى زي مثلا يقول لك اصبر. وساعات يقول اصطبر. جات هنا الطاء هنا يبقى زودت الايه؟ يبقى يخلي ايه الصبر بتاعك طويل يعني يبقى عادك فيها يعني زيادة المعنى يعني. ايوه كده ده زيادة المعنى. ايه تاني؟ ايوه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.